اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. الساعه دلوقتي 7 الصبح. فيديو بدري قوي ومش قادر اصور فلوج بصراحه، فاحتمال اكمل الفيديو ده تسجيل صوت. واحنا النهارده في مزاد السمك، فهوريكم اجواء مزاد السمك هنا في السويد عامله ازاي، فيلا بينا. يومنا النهارده في تاني اكبر مدينه في السويد، يوتوبوري، اللي تعتبر واحده من اشهر المدن في اسكندنافيا، معروفه بالسي فود الفريش. تعالوا ناخد جوله في مزاد السمك اللي بقاله اكتر من 100 سنه فاتح. ده المكان اللي بيوصلوا السمك الصبح بدري طازه من الصيادين، واللي بيشتروا في المزاد ده بيكونوا اصحاب المطاعم والتجار وبائعين السمك. المزاد ده بيبدا اول ما الراجل بيرن على الجرس وينادي انهي نوع سمك هيبدا عليه المزاد. انت كشخص عادي ما ينفعش تشتري سمك من المزاد، لازم تكون عندك شركة وحاطط ديبوزيت 4000 يورو تقريبا، ولازم تكون كمان عضو في منظمة او تدفع 25% زيادة على الفاتورة. فالموضوع مش بالسهولة دي. هنا بيتباع تقريبا 3800 طن من المأكولات البحرية كل سنة، واللي بيحدد طبعا السعر هو العرض والطلب. يعني لو ناس قادرة تدفع 30 يورو في كيلو الجمبري السعر هيغلى اكتر، لكن لو العرض كبير وسعر الكيلو نزل ل 10-15 يورو مش هيبقى فيه مكسب كبير للتاجر بعد الضرايب. هنا في المزاد بيهتموا جدا بالنظافة ودرجة البرودة، خاصة في قسم الجمبري وفواكه البحر. الجو كان تلج، وبينصحوا لو اشتريت جمبري حطه في كيس تلج عشان بيبوظ بسرعة وطعمه هيتغير في خلال ساعة زمن. في المزاد ده انا شفت انواع سمك انا عمري ما شفتها في حياتي. بيقولك ان السويد فيها اكتر من 80 نوع سمك في السوق، ممكن تشتريهم وجربوهم. بس معظم الناس بتاكل الجمبري، السلمون والسمك الفيليه اللي هو القد. ولو هتسألوني فانا عن نفسي بفضل البولتي والبوري اللي ملوش بديل في اي حتة تانية غير مصر.